بنبدأ معاكم مشاهدينا أول فقرة النهاردة معانا في الحلقة بمبادرة بداية، المبادرة اللي بتسعى لبناء الإنسان المصري بشكل إيجابي. والحقيقة المبادرة دي الجميل فيها إن طوائف المجتمع بأكملها تقريبا مشاركة فيها، سواء بقى مؤسسات حكومية، مؤسسات خاصة، منظمات للمجتمع المدني. احنا يمكن هنركز بقى النهاردة في فقرتنا على دور المجتمع المدني تحديدا ومنظماته المختلفة في توعية الناس بمبادرة بداية اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واسمحوا لي أرحب بدكتور جمعة سليمان رئيس منظمة مصر أولا. منورنا وأهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم ونهارك سعيد. نبدأ كده ونعرف من حضرتك، يعني لو اتكلمنا على منظمة مصر أولا، ويعني هي لايقة الاسم حتى مع مبادرة بداية، يعني بدأت إمتى والهدف من إنشائها؟ قبل ما أتكلم عن المنظمة اسمحي لي أحيي فخامة الرئيس على بانتصار أكتوبر المجيد بمناسبة حرب أكتوبر معركة العزة والكرامة، وأهني الشعب المصري بالنصر المجيد واسترداد الأرض والكرامة. وأشكر الرئيس على المبادرة الجميلة ديت اللي هي محتاجها المواطن المصري بجد. مصر أولا من أهم أهدافها في ثورة يناير. أنتوا بادئين من 2011. من 2011. هي إعادة تأهيل المواطن المصري واكتشاف نفسه بنفسه وتقديم نفسه للعالم بصورة أفضل عما كان عليها قبل 2011. فطبعا توافقت ده في كل المجالات؟ في كل المجالات. توافقت مع طبعا رؤية الدولة في المرحلة الحالية، وإحنا عشان نفهم الوضع اللي إحنا فيه لازم نعرف إحنا كنا فين الأول، وعشان نقدر نستعد للمستقبل. صحيح. إحنا لو ندرس أمورنا وأمور الوطن العربي قبل 2011 كان فيه استقرار بسيط، في بعض الأزمات الاقتصادية، في بعض المشاكل. احنا على مستوى مصر كان عندنا استقطاب سياسي وبعض المشاكل الاقتصادية. العدو المتربص بالمنطقة كلها كان دارسنا كويس وقلب الشعوب على الحكام وعلى الأنظمة، وتحرك الشعوب بحسن نية. من هنا بقى بقلة وعي، هي دي النقطة، التحدي الحقيقي بقلة وعي باسم الحرية والكرامة. كانت النتيجة ايه؟ بقت شعوب بلا أوطان، واللي كانوا عايزينه عمار بقى خراب، وكل يشوف من حوالينا. واحنا في مصر كده لو ربنا ستر كان في قوات مسلحة مؤمنة ومحبة ومخلصة لهذا الوطن. ربنا نجى هذا الوطن بفضل القوات المسلحة ومؤسسات محترمة راقية عارفة بتعمل في صمت وبتدفع الثمن. وبعد ثورة التصحيح اللي عملها الشعب المصري الوحيد في المنطقة 2013 برضو، عشان احنا برضو مهما كانت التحديات احنا شعب واعي وفاهم ومدرك وملتف حوالين قيادته. صحح اللي حصل في 2013 وربنا رزقنا برئيس محترم قوي فاهم واعي، تحدى العالم كله وتحدى الارهاب وحارب وبنى. بنى شبكة طرق على اعلى مستوى، بنى صحة الإنسان ومبادرات في صحة الإنسان وفيروس سي، مزارع، مدن العشوائيات، مبادرة حياة كريمة، مدن صناعية كمان. بنى جيش تصنيفه دلوقتي في العالم وفق جلوبال باور اسوسيشن ترتيبه ال15 على العالم، الثامن في القوى العسكرية الضاربة. كل ده ما أسعدش الناس وأسعدش الأعداء. الأعداء كانوا عاملين لهم مخطط عشان يشوفوا مصر زي بقية الدول. ربنا أراد لمصر إن هي تكون غير كده، فهم مش مبسوطين بده، مش سعداء إن مصر قوية. مصر يا رب فده لازم الكل يفهم. يا رب. لازم الكل يفهم ويعي إن إحنا كويسين وإحنا للأمام بفضل القيادة الحكيمة اللي تحدت ومرت بالتحديات كلها. الرئيس بنى المدن، بنى المؤسسات، وكمان بيكمل المنظومة الجميلة دي، عايز يبني المواطن المصري. أصعب تحدي بناء المواطن المصري.
بمعنى ايه بقى؟ يعني لو جينا بقى اتكلمنا على مبادرة بداية، هي ده. ونتكلم على الهدف من المبادرة، هو طبعا باين من اسمها اللي هي بداية جديدة للمواطن المصري، لكن يمكن في ناس كتير حابة انها تقرب اكتر من المبادرة وتتعرف عليها بشكل افضل. هي مبادرة كبيرة جدا داخل فيها مؤسسات كتير، يعني يمكن المبادرات اللي قبل كده مبادرة صحة، مبادرة تعليم واضحة، لكن مبادرة بداية لكل شيء. هي دي مبادرة شاملة. الرئيس حب يكمل التابلو الجميل اللي بيعمله في مصر، والنهوض بمصر كدولة حديثة في مصر الحديثة في الدولة في المرحلة الثالثة. ناقص بناء الإنسان. بناء الإنسان دي مبادرة شاملة كل مناحي الإنسان العنصر المصري. يعني هيهتم بصحتك بصفة عامة، هيهتم بتعليمك بصفة عامة، هيهتم بإمكانياتك ومؤهلاتك الشخصية بصفة عامة كمواطن مصري، لأنه هو الاستثمار في البشر هو أغلى وأرقى أنواع الاستثمار في العالم كله. أنت عارفة الصين 1,400,000,000 حولوها من نقطة ضعف لنقطة قوة بالنقطة دي، بالاستثمار البشري. فالرئيس خلاص قال الأول إن هو يستثمر في المواطن المصري، في العنصر المصري. أنت عارفة في المراحل اللي فاتت كان في تحديات كبيرة. انتصرنا في 73، ما قدروش يقولنا مواجهة عسكرية، سابوا المؤسسة العسكرية اللي هم مش حملها ومش قدها وهانتهم، ولف على المجتمع المدني. للأسف المجتمع المدني ملوش صاحب واسع متاح، فتخللوا بقى عملوا تفريغ سياسي، تفريغ ثقافي، تفريغ علمي، تفريغ وراثي. بس ما قدروش يعملوا ده في وقت النكسة من 67 ل 73، لان كان في تكاتف. ما تسأليش علينا وقت الازمات. ايوه بالظبط، ما تسأليش على المصريين وقت الازمات. حد ما تعرفيش، هيشوف وشه، ما حدش يقف في وشنا وقت الازمات. لكن وقت الاسترخاء بعد الانتصار والدولة بدأت تبني للأسف، والرئيس الله يرحمه السادات، وبعدين بدأ مش واخدين ولفوا علينا بقى من حتة تانية. بدأ يعمل لك يأثر على الفكر، يأثر على العلماء والمتميزين والأوائل، بدأ يساعد في تهجير العقول لبره، بدأ يقلل فكرة القدوة. ده ليه عوامل كتير، هو يعني ده ليه برضه عوامل هو كتير. مستهدف، انت مستهدف ولازم نؤمن بده. ما قدرش يجيلك من باب، هيجيلك من باب التاني. ما قدرش يجيلك بالاشاعه دي، هيجيب لك اشاعه ثانيه الصبح. بس حضرتك اصلا اديت مثال بالعلماء وتهجير العقول، يمكن ده من الحاجات اللي اعتقد ان المفترض بقى يبقى دي الهدف من مبادره بدايه، ان انا بالعكس المتميز ايا كان بقى في مجال من المجالات ان انا ابقي واميزه زي ما هو متميز. احنا كان عندنا مشكله برضو ان كان كله زي بعض، المتميز زي الغير لا متميز. ما كانش عندنا المتميز زي غير المتميز، كان الغير المتميز هو اللي على وش العمل. بتهجر ليه؟ احنا عايزين نميزه في بلده. ما هو آن الأوان بقى الرئيس بقى جاي لنا هو المصريين، بيقولوا للمصريين آن الأوان ان احنا هحس بيكم وهحس بالناس المتميزة وهعمل إعادة هيكلة للمصريين. فالمصريين بقى يكونوا على وعي ويفهموا ويستعدوا لده، لان لازم نكون كلنا عمليه تعبئه عامه. احنا في مشروع اهم مشروع عندنا في القرن ال21، كله منتج وليس مستهلك. كله دي نقطه هنتكلم فيها بعدين، بس انا بتكلم في ازاي احنا كلنا نعمل تعبئه لينا، لان التحفيز مهم، ان انا ابقى عندي استعداد. ما ينفعش الدوله هتبقى بتعمل لي شيء وانا مش في دماغي، هيبقى الانتاج ضعيف. لازم انا كمواطن كطالب كشعب كشيخ كاسره كمؤسسه عندي استعداد ومتضامن ومحب. ده يخليني اسال حضرتك ايه التحديات اللي هتواجه مبادره بدايه؟ يعني هي اكيد كلنا عايزين نبقى احسن، اكيد ده بلا شك. ايه اكثر تحديات من وجهه نظر حضرتك، وان انت بقالك من 2011 محتك بالمجتمع المدني وشايفه في مجالات مختلفه، في رايك ايه؟ اهم التحديات الانفصال بين المجتمع والحكومه. بمعنى يعني احنا عندنا ازمه ثقه، معلش لازم نكون واقعيين، أزمة الثقة بين المجتمع. رغم ان ده حاولنا، او بصراحة المؤسسة الرئاسية حاولت خلال السنوات الماضية انها تستقطب المواطن مرة تانية، بدليل ان دايما بنطلع نقول حقائق، يعني ما بنجملش زي ما كان بيحصل في عصور سابقة. برضه مش الرئيس لوحده اللي هيعمل كل حاجة، والمؤسسة الرئاسية لوحدها مش هتعمل كل حاجة، لازم نبقى واضحين. في أجهزة معاونة، في حكومة، في هيئات، في وزارات، في محتكين بالمواطن طول الوقت.
مش لازم كل ازمه هتبقى هنواجهها لازم الرئيس يتدخل، لازم احنا من نفسنا صحيح. كل مسؤول يقوم بدوره. المسؤولين عن الاسعار يقوموا بالرقابه على الاسعار، حقيقي. المسؤولين يقوم كل واحد يقوم بدوره في قول المشكله عنده فين، يبقى ايجابيه. يعني انت ما بتراقبش، طب قول مشكلتك ايه عشان نحلها. هي دي المشكله. هي دي المشكله. فاحنا عشان بس نقدر نحقق المردود الفعلي من مبادره البدايه يبقى في ثقه. لازم انت لسه قايله من شويه تهجير، لازم نخلق قدوه للمجتمع. المبادره عشان تنجح او من وجهه نظرنا احنا لازم يكون لها 3 محاور اساسيه. محور الاهتمام بمنظومه القيم والاخلاق. احنا مستوانا ومعيار القيم والاخلاق عندنا في المرحله الاخيره بقى مستوى غير مرضي، ودي حقيقه. انتشار الاغاني الهابطه والكلمات الهابطه والمسلسلات الهابطه والعادات الهابطه، ما بقاش فيها عيب عند الناس، ما بقاش فيه تقدير. احنا لازم نعمل اعاده تقييم وتهيئه منظومه القيم والاخلاق عند الشعب المصري كله. وده مش هيجي من فراغ، لازم ارجع القيمه والقدوه. الجزء الثاني في المبادره ان انا لازم اهتم بالبيرسونال كواليفيكيشن، يعني المؤهلات الشخصيه للمواطن المصري. لما بتروح تعملي سي في بيقول لك ايه هي مؤهلاتك. طب ده يتم ازاي؟ المؤهلات عند العنصر المصري في المرحله الاخيره بقت في مستوى غير مرضي. معلش يعني هل التعليم ليه دور؟ اصل احنا في التعليم بالذات احنا بنهتم بالشهاده وليس بمضمون الشهاده. هي دي احنا للاسف كان من قبل كده الفن المصري في اي مكان حقيقي. فن له قيمه. صحيح. كان الدكتور المصري دكتور والمدرس هو اللي معلم الدول دي كلها. فاحنا معيارنا العامل المصري دلوقتي بقى بيطلع في الدول الخليج. طب ده يتم ازاي؟ بقى بيتميز عليه معلش الهندي والسوري والتركي. معيارنا احنا فين؟ نعمل ايه؟ ما هو انا جاي لحضرتك فعشان انهض بالمؤهلات الشخصيه للعنصر المصري ده لازم زي انت ما قلت من شويه احط الراجل المناسب في المكان المناسب. ازاي؟ انا عندي عشان اوجد قدوه للمجتمع واكسب ثقته لازم المبادره دي هتبقى مبادره المجتمع هو اللي هينفذها. فعشان ينفذها لازم ينفذها بحب، فلازم اقنعه بيها. ازاي؟ انا هجيب المتميزين في كل المجالات. المتميز انا مثلا عندي هناخد في كل قريه، الرئيس مشكورا عمل بفضل الله مبادره حياه كريمه، خلصنا المرحله الاولى فيها ب 400 مليار جنيه، فدخلنا على المرحله الثانيه والثالثه 100 و1500 و1500. فلقوا الرئيس مشكورا هيعمل لنا في كل قريه سنتر صغير لابناء بدايه او ابناء مصر او ابناء السيسي ايا كان الاسم، ويكون السنتر ده فيه قاعه اجتماعات وتنميه بشريه، ويكون فيه سنتر خاص بتعليم الذكاء الاصطناعي في كل قريه، بس عشان نبدا نمسك. ده هيتم فعلا. انا بقترح ده اقتراح، ما احنا عشان نبقى واضحين ده اقتراح مني. انت بتقولي هنعمل ايه؟ هنفعلها ازاي؟ حضرتك شايف ان بناء المواطن المصري ده شيء نبدا من القريه اهم يعني افضل شيء هيحصل للمصريين على مدار مئات السنين. بناء المواطن المصري هعمله ازاي؟ لازم من اقتراحنا ان احنا نعمل في كل قريه من اللي جاي سنتر صغير كده لابناء السيسي وابناء مصر وابناء بدايه. ده العنصر اللي هيدير المبنى ده هيبقى ايه؟ المتميز من ابناء القريه في كل المجالات. انت عايزه ترجعي القدوه. انا احدد التميز ده ازاي؟ ما هو التميز نسبي. الدكتور المتميز اللي من القريه دي في امريكا هيجي يساهم في تطوير بلده. المهندس، كل الناجحين في في الرياضه، في الثقافه، في الفن، يتلموا كده بهدوء بحب، في حب، عشان يشوفوا قريتهم دي عايزه ايه. طب معلش بقى، دور حضرتك كمجتمع مدني، يعني ده مقترح، ليه انتوا ما تنفذوهوش؟ احنا ده مشروع عملاق. يعني البدايه ممكن تبقى منكم بالتعاون مع طبعا مبادره بدايه، ان انت تقول مثلا انا هحط ايدي على القريه الفلانيه وهبتدي انا اعمل السنتر ده وابتدي استقطب ناس. هل انتوا دي في خطتكم؟ شوفي، احنا بنعمل بناء المواطن المصري. ده مشروع عملاق.
مبادرة حياة كريمة نجحت عشان الرئيس كان مشرف ومصر على نجاحها. النقطة دي مهمة. فإذا كانت الدولة ما عندهاش إصرار على نجاح المبادرة وكمان موضوع احنا بنقول السنتر ده هيبقى مشرف عليه، ممكن يبقى الهيئة العامة للاستعلامات مع رئيس الجمهورية مباشر أو القوات المسلحة، لأنه هيوفر السيستم. احنا مجتمع مدني ما عندناش سيستم للأسف. أي مشروع وأي حاجة بتتم شوية وتقف. مفيش المتابعة، مفيش الفيدباك النهائي ايه. بس ازاي برضو المجتمع المدني ما شاء الله احنا عندنا جمعيات كتيرة بتتابع وبتبقى حريصة وبتعمل مبادرات وبتبقى مكملة بقالها كتير. ده عمل تطوعي، عمل تطوعي غير محسوب، غير محسوب الفيدباك بتاعه او المنتج النهائي. انا عايز اطلع منتج مصري جديد، عايز اطلع مواطن مصري عنصر متميز. العنصر المتميز ده هيجي في التنمية البشرية في كل مجال. المبادرة دي توفر للناس دي بقى في المواضيع دي أحدث الإصدارات العلمية الموجودة في العالم. عايز تطور، عايز تبني بقى، هوفر في كل المجالات. ممكن أعمل في التربية والتعليم أسرة بداية، الأوائل في كل الفصول في الابتدائي مثلا أو في الإعدادي متميزين، أسرة بداية. دول هيقاوموا المدرس اللي ما بيشرحش، هيقاوموا ظاهرة الغش، هيبقى في رقابة ذاتية من المجتمع على المجتمع بحب. والمتميز هو أصلا بيحب نفسه، يقول عايز ينجح، فأنا هديله مكانه. الناجح بيحب يبقى ناجح. أنا عايز أظهر اللي هتحطه بس بيجيله إحباط لما بيلاقي إن هو مش هقول حتى تقدير مادي، حتى تقدير معنوي. ما احنا المبادرة مش هتكلف الرئيس حاجة، وهيشوف أبنائه المتميزين والعباقرة والمبدعين اللي مهملين على عشرات السنين هيعملوا معاه إيه؟ طب المواطن يستفيد ازاي من مبادرة بداية؟ المواطن يستفيد ازاي؟ المواطن يستفيد ان ده باب ونافذة جديدة بتقول لك طور من نفسك. المبادرة هتوفر، الرئيس كلف الحكومات مجتمعة بتسهيل كل الصعوب لإنهاء مصالح المواطنين. فده استفادة للمواطن. يعني ادينا مثال. يعني مثلا حد او مواطن عايز يخلص التأمينات بتاعته، ما يمرش بالدورة الصعبة بتاعت زمان. تكليف مباشر من الرئيس، التأمينات تخلص للمواطنين اللي لهم تأمينات. الكشف الصحي، لو انت محتاج حاجة دلوقتي بقى في مبادرات من وزارة الصحة بتمر على الأماكن كلها على مستوى الجمهورية، تعمل كشف ضغط وسكر وتحاليل، كل ده مجاني. فالمواطن بدأ يستفيد من المبادرة. حابة أقول برضو إن في دورات على فكرة مقدمة للشباب تقريبا من بداية من سن 16 سنة برضو مجانية، كنوع من أنواع التأهيل عن طريق وزارة الشباب والرياضة. يعني دي برضو من الحاجات هو الرئيس هي احنا قلنا إيه؟ هي مبادرة شاملة، انصهار جميع الوزارات والهيئات لتقديم خدمات متميزة للمواطن على كل المستويات. بس الناس وكمان هي دي بقى الإيجابية. أنا عايز أحسس المواطن إن أنا كدولة خلاص بدأت أحس بيك وأقدرك. في انتماء، يعمل انتماء. هي دي. إحنا عندنا مشكلة الانتماء. إحنا شعب ذكي جدا على فكرة، وفاهمين كويس كل حاجة. بس وعندنا ميزة ممكن تكون عيب وممكن تكون إن إحنا لما في حاجة ما بتعجبناش بنهملها ونسكت، ما نتكلمش، بنطنش، ما بنقولش او بنسخر منها. ما هو ده نوع من التنفيذ بالظبط كده، نوع من الفكاهه المصريه الجميله اللي مش عند اي شعب. حقيقي. بس الفكره ان هو بياخد جنبه ويسكت. انا ما قلتش عايزك تسكت، لا اتفاعل معايا، اتحرك معايا، شاركني، دي ليك انت كنت بتقول خدنا ايه من الطرق وخدنا ايه من المباني. طب انا جاي ابنيك انت اهو، انا جاي المسك والمس ابنك. لما يبقى فيه مركز في كل قريه لتعليم الذكاء الاصطناعي، هم عايزين بس مش لاقيين الادوات. بس على فكره هي الذكاء الاصطناعي اوريدي ماده البرمجه، يعني بدايه من السنه دي او السنه الجايه مش متاكده، هتبقى في المناهج بدايه من اولى ثانوي، وبدا يبقى فيه اهتمام بيها من ابتدائي. يعني الدوله فكره انها مهتمه، هي مش بعيده عنها موضوع الذكاء الاصطناعي انه يدخل في المناهج التعليميه للطلبه من بدايه من ابتدائي، انهم يبقى عندهم فكر خاص بده. هي دي نقطه، بس هل المدارس مؤهله؟ هي دي نقطه قويه جدا. الدوله عايزه تساعد وبتعمل، بس النتائج غير مرضيه والمنتج مش كويس، لان ده للاسف
طيب احنا عندنا يعني جزئيه برضو مهمه جدا حابين ان احنا يعني نتكلم فيها. يمكن ناس كتير زي ما حضرتك كده بتتكلم وبتقول هي عايزه تغير من نفسها، عايزه تبقى للاحسن. للاسف في ناس تانية بتبقى عايزه تاخد النجاح كده بالفهلوه ما عشان وببساطه، واللي هو انا لسه هذاكر علشان اخد مثلا درجة كويسة او اروح لمكان افضل. وخلينا نكون واقعيين، في ناس للاسف كده وناس كده. طب ازاي ان انا برضو الشخص اللي بالاداء ده زي ما الصين عملت؟ الصين ما شاء الله زيادة سكانية، اكبر دولة على الكرة الارضية، قدرت انها تنهض بالمواطن يعني الكسول زي المنتج كله بقى منتج. انا ازاي انا كدولة اعمل كده؟ انا هبني على ما سبق. في الظروف في العهود السابقة، في الظروف الصعبة، في التهميش والضعف، اللي تميز ده وتفوق وبقى كويس وساب بلده او في مكانه مش لاقي مكانته، ده لما هجيبه اصلا هو ده المتميز، هو ده اللي نجح في وسط الغش. بس احنا عايزين نخلي حتى اللي مش متميز يبقى متميز. بس هي احنا النجاح عدوى والتفاؤل عدوى. ده حقيقي صحيح. فلما انا ههتم بالناجح اصلا اللي كل اللي حواليه بيقولوا له ما تشغلش بالك، وشايف اللي ملوش لازمه راكب عربيه موديل عالي، وشايف اللي الفارغ ده بيجيب فهو محبط احنا عندنا احباط علمائي مؤهلاتي على جميع الاصعده حقيقه. فلما انا هاخد دول تاني وارجعهم، هم دول اللي هيجروا بقى المجتمع. لما الطفل اللي في اولى ابتدائي يبقى مثلا الاول يلاقي نفسه قاعد مع دكتور جاي من قريته من امريكا، او عامل معاه فيديو كونفرنس، التواصل الاجيال ده دي مهم. على فكره قطر مثلا على سبيل المثال المدارس الابتدائيه بيجيبوا لهم ناس من ناسا يعني هو طفل في ابتدائي شايف ناس من ناسا. انا مش هجيب من ناسا، انا هجيب ابني اللي في ناسا. بدي مثل، انا هجيب ابني اني اشوف حد متميز في المدرسه. هم بيستوردوا. انا عندنا ناس. ده حقيقي صحيح. انا هجيب ابني اللي في امريكا، اللي من القرية او المدينة، يتواصل مع الطفل الصغير اللي طالع وهو اصلا متميز. فيبقى التميز واصل لبعضه. اللي هيجي ده هتبقى فاكره طول عمره، ده خلاص في الذاكرة موجودة. الطفل ده هيتواصل، واللي في 6 واللي في اولى ثانوي، وفي كل مدرسة وفي كل مكان وفي كل قرية، كل الفنانين وكل المتميزين في كل المجالات يقعدوا يدرسوا قريتهم او يدرسوا بلدهم احتياجاتها ايه، ننهض ببلدنا ازاي. مش هتكلف الدولة حاجة. ولما يجي يعوز ياخد دورة، ياخد كورس، يتعلم، يلاقي السنتر بتاعه جنبه، مش هيلف ولا يروح عشان يقعد في مكان. خلينا برضو نتكلم في جزئية اعتقد اكيد الدولة برضو هتبقى حطها في اعتبارها، واحنا برضو دي من الحاجات اللي هي فيها ثقة. هل العامل المادي مهم في مبادرة بداية، ولا لا ممكن يبقى داخل فيه نواحي اخرى مش بس مادية؟ زي ما حضرتك قلت كل واحد متميز في مجاله، فانا بساعد بلدي. هي كده. العامل المادي ما فيش حاجة هتنهض بدون ماديات. هي المنظومة أنا قلت لك كانت 3 عناصر للمنظومة: القيم والأخلاق، المؤهلات الشخصية للمواطن، العنصر المادي، المنظومة الثالثة. احنا للأسف زي انت ما قلت في بداية الحلقة، احنا شعب مستهلك، احنا شعب مش منتج. دي النقطة. كنا منتجين قبل كده حاجات زراعية، بس دلوقتي بقينا كلنا مستهلكين للأسف. ما عادش حتى في القرى، ما عادش حد لا بيربي ولا بيعمل، بقى كله العيش هيشتريه من الدولة، البيض من الدولة، الفراخ البيضاء ولا الفراخ كله من الدولة. فبقى احنا كلنا شعب مستهلك كبير. فلازم نتحول من مستهلك لمنتج. ازاي هنتحول لمنتج؟ هي دي لما هنمو بالمنظومة الأخلاقية والثقافية، وهنمو بالمؤهلات الشخصية ليه، ويبدأ يتعلم هو من نفسه. هتلاقيه دخل في الناحية المالية وبدأ يطور من نفسه، لأن هيعود عليه البداية ماليا. النقطة الثانية، ازاي انا بقى من خلال مبادرة البداية اقدر اطلع منتج واحد من المصريين ابيعه. انا بس مش عايز غير منتج واحد من البني ادمين. المنتج، انا مش عايز ابقى مستهلك. انا عايز اطلع منتج واحد. ان شاء الله اروح اتعاقد مع الصين واشوف اني منتج سهل خفيف مربح.
هاخد منكم موجه خام. طبعا بص، مبادره بدايه عامه محتاجه حلقات، طبعاً مش طبعاً فقره طبعاً بس. طبعاً. انا سعيده بحضرتك النهارده ان انت جزيلا. كنت منورنا. دكتور جمعه سليمان، رئيس منظمه مصر اولا، بنتمنى لكم يا رب التوفيق ان شاء الله. وطبعا بنتمنى لمبادره بدايه التوفيق يا رب. وفعلا احنا كلنا كمواطنين ان احنا نقدر ان احنا بسرعه نلمس كده مجهودها ونبص نلاقي ان هو بالفعل ليه مردود ايجابي علينا. نروح معاكم مشاهدينا الفاصل، نرجع مع فقرتنا اللي جايه.